السلام عليكم. أجمل 10 ممثلات سوريات لهذا العام. الممثلة رقم 10: أمل عرفة، مواليد 1970، 53 سنة، الجنسية سورية، برج الدلو. في عام 2001 تزوجت من الممثل عبد المنعم عميري، وأنجبتا ابنتان هما سلمى والمولودة في عام 2005 ومريم المولودة بعام 2008. وفي عام 2015 أعلن عن انفصالهما. الفنانة رقم 9: كاريس بشار، مواليد 16 فبراير 1976، العمر 47 سنة. اختارها الفنان الكبير فريد لحام للمشاركة في مسرحية العصفور السعيدة، مشيرا كثيرا في النوايا الحسنة لمنظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة. أنجبت منه ابنا واحدا يدعى نجم. الفنانة رقم 8: ديما قندلت، مواليد 3 يناير 1979، 44 سنة. تخرجت من كلية الاقتصاد من جامعة دمشق. بدأت حياتها الفنية كمغنية في فرقة جوق الفرح، تلقب بجوق الدراما السورية والديانة السورية. متزوجة من وزير الاقتصاد السوري الأسبق همام جزائري منذ عام 2015. لديها على الانستغرام ما يقارب 3 مليون متابع. الفنانة رقم 7: سلاف معمار، مواليد 26 أبريل 1976، العمر 47 سنة. درست الأدب الإنجليزي في جامعة دمشق في المعهد العالي للفنون المسرحية. تزوجت في عام 2002 من الممثل والمخرج السوري سيف سبيل. أنجبت منه ابنتها ذهب، انفصلت عنه في عام 2012 بعد زواجها. الفنانة رقم 6: مرام عالي، مواليد 1992، شهر فبراير، العمر 31 سنة. ممثلة سورية اكتشفها المخرج نجدة أنزور عام 2011 وقدمها بمسلسل شيفون. الفنانة غير متزوجة. شقيقة الفنانة مرام علي. الفنانة رقم 5: كندا حنا، مواليد 16 ديسمبر 1984، العمر 38 سنة. التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق وتخرجت عام 2006. أول ظهور لها على الشاشة كان في عام 2004 في فيلم باب الشمس. أنجبت ابنها فارس، ثم أنجبت توأم كاتاليا وكريستين ثم كريستينا. الفنانة رقم 4: صفاء سلطان، مواليد 14 مارس 1980، العمر 43 سنة. ولدت في مدينة عمان الأردنية لأب أردني من أصول فلسطينية وأم سورية من دمشق. تعود أصولها إلى مدينة جنين الفلسطينية. لفتت أنظار ياسر العظمة إليها وأعجب بأدائها ورشحها للقيام بدورها في مسلسل مرايا. كانت صفاء سلطان متزوجة، لديها ابنة اسمها أملي، وهي ابنة صفاء سلطان الوحيدة من زوجها. الفنانة رقم 3: هبة نور، مواليد 11 يوليو 1987، العمر 36 سنة.
في بدايتها الفنية كانت تشارك كفتاة فيديو كليب حتى جاءتها الفرصة مع المخرج نجدة إسماعيل. أعلنت زواجها من أحد المنتجين المعروفين بعالم الإنتاج التلفزيوني، واستقرها بشكل نهائي في دبي، ومن ثم أعلنت طلاقها بعد 3 سنوات من الارتباط، ولديها ولد واحد اسمه أما الآن فهي ليست مرتبطة بأحد. الفنانة رقم 2 سلاف فخراجي، مواليد 27 يوليو 1977، العمر 46 سنة. ولدت ونشأت في محافظة الأدقية، والدها الناقد السينمائي محمد سليم. لديها أخ يكبرها سنة اسمه أشرف. تخرجت من كلية الأدب قسم الآثار في جامعة دمشق. تزوجت من الممثل السوري وائل رمضان عام 1999. تزوجت من الممثل السوري وائل رمضان، تعرفت عليه بشكل أكبر أثناء تصوير المسلسل، وعاد مرة أخرى لبعضهما بعد فترة. رزقت منه بولدين هما حمزة وعلي. الفنانة رقم 1 نسرين طافش، مواليد 15 فبراير 1982، العمر 41 سنة. ولدت نسرين في مدينة حلب شمالي سوريا، لأب فلسطيني من مواليد صفد فلسطين، وأم جزائرية من وهران، وهي تحمل الجنسية الجزائرية. والدها هو الشاعر يوسف طافش.